في واقعة غريبة وصادمة في آن واحد، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في بنغلاديش موجة من الجدل بعد انتشار مقطع مصور لشاب تم ضبطه متلبسا بمحاولة سرقة داخل صالة ألعاب رياضية في منطقة كوكس بازار، لكن العقوبة التي نالها لم تكن تقليدية كما هو معتاد. بدلا من تسليمه إلى السلطات، قرر أصحاب الجيم تلقينه درسا بطريقتهم الخاصة. عقوبة لا تشمل الحبس أو التوبيخ، بل جلسة تدريبية بدنية قاسية حتى الإنهاك. الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم أظهر الشاب وهو يؤدي تمارين شديدة الإرهاق وسط صيحات وضغوط من الموجودين، ودموعه تنهمر من شدة التعب، ويتوسل بصوت مرتجف أن يتركوه وشأنه، بل ويحاول أن ينحني ليلمس أقدام من يصوره، راجا إياه أن يتوقف. هذا العذاب البدني، كل حركة كانت تؤلمه، وكل تمرين كان أشبه بعقاب جسدي منهك. لم يكن هناك رحمة، بل إصرار واضح على جعله يشعر بثقل ما اقترفه. انتشرت ردود الفعل بين مستنكر ومؤيد. البعض رأى أن ما فعله أصحاب الجيم نوع من العقوبة التربوية التي قد تردع السارقين. آخرون اعتبروا أن الأمر تجاوز الحدود وتحول إلى نوع من الإذلال والتعذيب العلني. ورغم اختلاف الآراء، اتفق الجميع على شيء واحد: ما جرى في داخل تلك الصالة الرياضية لم يكن عاديا، بل كان مشهدا يثبت أن بعض الدروس تعطى أحيانا بأثقل الأوزان حرفيا.